مالكش زي يا حبيبي يا عبد الشافي. شيفو يا شيفو، العمر مجرد رقم بالفعل يا شيفو. في زمن بقى فيه الوفاء والانتماء قليل، بيجي اسم محمد عبد الشافي كنموذج لاعب محترف جوه الملعب وبره الملعب. ابن نادي الزمالك اللي بدأ حلمه من قطاع الناشئين لحد ما بقى واحد من اهم اللاعيبه الكوره في مصر. لعب محمد عبد الشافي بقميص نادي الزمالك واهلي جده السعودي ونادي انبي ونادي غزل المحله، ودايما كان مثل للاخلاق والتواضع. قبل ما يكون نجم في الكوره، عبد الشافي مش بس لعيب بيجري ورا الكوره، قلبه دايما مع الفريق والجمهور، وابتسامته أصدق من أي تصريح. مسيرته مليانة احترام وإنجازات وحب الناس اللي كان دايما أكبر مكسب له. لاعب بيحب جمهور الأهلي وجمهور الزمالك وكل جمهور مصر بشكل عام، مش بس عشان مهاراته لكن عشان أخلاقه. النهارده قصتنا هتكون عن اللاعب العظيم محمد عبد الشافي، واحد من القليلين جدا اللي الناس كلها جمعت على حب. يعني مش هتلاقي أهلاوي بيشتم عبد الشافي، مش هتلاقي حد بيكرهه أصلا. نيجي بقى نخش في القصة وفي التفاصيل، بس قبل ما نخش في القصة وفي التفاصيل ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لي لايك وكومنت حلو، لأنكم مقصرين في حقي أوي بصراحة. يلا نخش في الحلقة. اتولد محمد عبد الشافي يوم 1 يوليو سنة 1985 في المرج في القاهرة. بدأ مشواره في ناشئين الزمالك، لكن القدر خلاه يروح انبي سنة 2003، وهناك في انبي لعب موسمين في فريق الشباب وشارك معاهم في 38 مباراة في فريق الشباب وسجل فيهم 7 أهداف. وبعدها انتقل لغزل المحلة سنة 2005 واستمر معاهم لحد 2009، وبدأ اسمه يلمع لحد ما رجع بيته نادي الزمالك في 13 يونيو سنة 2009. نجحت إدارة الزمالك في ضم محمد عبد الشافي من غزل المحلة لمدة 3 سنوات، وساعتها عبد الشافي قال جملتين كده: محمد عبد الشافي لا لعب في مصر سوى الزمالك. يعني بشكل عام بيقول أنا مش هلعب في مصر غير لنادي الزمالك، وبالتالي لم يكن هناك أي تفكير للرحيل عن نادي الزمالك من الأساس. لعب محمد عبد الشافي خلال فترته الأولى مع نادي الزمالك 138 مباراة، بينهم 104 مباراة في الدوري الممتاز، سجل خلالهم 8 أهداف وصنع زيهم 8 أهداف، وكمان لعب 38 مباراة في البطولات الأفريقية وسجل هدف واحد خلال ال 38 مباراة دي وصنع هدفين، وشارك في بطولة كاس مصر في 15 مباراة سجل خلالهم هدف وصنع 4. الفترة الأولى دي مع نادي الزمالك حقق أول بطولتين كاس مصر فقط. 6 يوليو 2015 عبد الشافي يروح لتجربة احترافية مع الأهلي السعودي، ووقعت إدارة نادي الأهلي السعودي عقد لمدة 3 سنوات مع الأفضلية لتوقيع